السلام عليكم. الحامل اللي بيتحط على البوتاجاز واللي بيشيل الاواني بيكون منه الظهر والحديد. علشان تعرفوا ايه الفرق بينهم ومميزات وعيوب كل واحد تابعوا معانا. بعض التجار بيقولوا على الحامل الظهر بالحامل التقيل، والحامل الحديد بيقولوا عليه بالحامل الخفيف، علشان المسميات دي لما نسمعها ما تكونش غريبة علينا. بعض العملاء بيكونوا شايفين ان الحامل الظهر هو الافضل، وبعض العملاء بيكونوا شايفين ان الحامل الحديد هو الافضل، لكن في الحقيقة حامل الظهر والحامل الحديد ليهم بعض المميزات وبعض العيوب. على سبيل المثال ان الحامل الظهر بيكون الملمس بتاعه خشن، والزيوت والدهون لما بتيجي عليه صعب تطلع. اما الحامل الحديد عشان مغطى بطبقة مينا ناعمة، فالزيوت والدهون لما بتيجي عليه سهل تطلع. الحامل الظهر بيكون عرضة ان هو يتكسر لو وقع من ايدينا او اتعرض لصدمة قوية. اما الحامل الحديد صعب ان هو يتكسر، لكن في اسوأ الظروف الفواصل اللي موجودة ممكن تتفك، وعلشان كده نوديه لحد بتاع لحامات وهيرجعه زي الاول. الحامل الحديد والحامل الظهر بيوصلوا الحرارة، لكن الحامل الظهر بيوصل الحرارة للأواني أضعاف الحامل الحديد وبصورة قوية جدا. خامة الظهر غير قابلة للصدأ. أما الحامل الحديد لو طبقة المينا قشرت من الاحتكاك بالأواني فهو عرضة إن الحديد اللي تحته يظهر ويصدي مع مرور الوقت. بالنسبة لستات البيوت وزن الحامل الظهر بيكون تقيل عليهم جدا، اما الحامل الحديد فهو الاختيار الافضل لان وزن الحامل الحديد خفيف. الاواني بتكون ثابتة اكتر على الحامل الظهر علشان الملمس بتاعه خشن وما بيتحركش الاواني من عليه. اما الحامل الحديد ممكن الاواني تتحرك من عليه بسهولة بسبب ملمسه الناعم. الحامل الظهر لو قارنا سعره بسعر الحامل الحديد هيكون اغلى. في نوع ثالث من الحوامل ما قلناش عليها، وهي بتكون عبارة عن حامل حديد وواخد طبقة خشنة زي الظهر، لكن الحامل اللي بنقول عليه النوع الثالث نادرا ما هتلاقوه وغير منتشر في السوق. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من اسرار البائعين. حضراتكم لو نازلين تشتروا بوتاجاز بامكانيات عالية زي مثلا في اشعال ذاتي وامان كامل ومروحه في الفرن وخامه الاستانلس بتاعته قويه، فالبوتاجاز ده بنسبه كبيره جدا هيكون الحامل بتاعه من الظهر. ولو حضراتكم نازلين تشتروا بوتاجاز بامكانيات بسيطه وسعر رخيص، بنسبه كبيره جدا البوتاجاز ده بيكون الحامل بتاعه من الحديد. لكن لو توفر قدام حضراتكم البوتاجازين بنفس المواصفات وقدامكم الحامل الظهر والحامل الحديد، فالاولى ان انتوا تشتروا الحامل الحديد، وده لانه بيكون خفيف في الوزن، سهل في النظافة، وغير قابل للكسر. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة. السلام عليكم.